دلوقتي ده راوتر 2800 هنخليه يتربط بسويتش كاتاليست 3560 بي او اي. طبعا هنا رابطين الكيبلز بالتليفونات، شبكة تليفونات. تمام. ده تليفون سيسكو اي بي 7942 واخد رقم 2000، وهنا واخد رقم 1000. ده 7911 واخد رقم 1000. تمام. ولسه التليفون ده بيحمل، ما اخدش اي بي، هياخد اي بي دلوقتي. بس هنا موصلين الفلاش بالسلوت. تمام. يبقى فيه الفيرم وير بتاع التليفونات. من غير الفيرم وير طبعا التليفونات ما بتعرفش على الراوتر ومش بتلقط الكونفيجريشن، فهي دي التركه اللي مش هتلاقيها في برامج السيميليتور باكيت تريسر. يعني لازم يبقى لاب حقيقي زي ده كده عشان يلقط شبكه التليفونات. وطبعا هنعرف الكونفيجريشن دلوقتي في العملي. تمام. دلوقتي هنتصل دلوقتي التليفون رقم 2000 هيتصل بالتليفون رقم 3000 اهو بيرن. لو كده اشتغل. تمام. اتصل ب1000. اتصل ب1000. تمام كده اتصل ب1000 كده بيتصل. الو كده اشتغل. فطبعا كده اللاب اشتغل، لاب التليفونات اشتغل. انا هتصل مثلا ب2000 كده شغال. الو. فكده اللاب اشتغل، ما دام التليفونات رنت على بعض كده اللاب اتعمل بنجاح. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ النهاردة اللاب بتاع شبكة التليفونات سيسكو. طبعا في تريك، ده 22 فايل فيرم وير تليفونات سيسكو نزلتهم من الانترنت، هننقلهم على الفلاشة زي ما شفتوا في اللاب المصور. اللاب اللي احنا مركبينه قبل الفيديو، لازم تتفرجوا على اللاب قبل ما تشوفوا الكونفيجريشن بتاع لاب التليفونات، شبكة التليفونات. فطبعا الطريقة بقى ازاي ننقل الفايل من الفلاش ميموري للفلاش بتاع الراوتر بتاع سيسكو. امر اسمه كوبي فلاش كوبي USB فلاش 0. بعد كده اسم الفايل، اي فايل من دول، مثلا الفايل ده هناخده كوبي كده احنا نقليه جوه الفلاش ميموري. هناخده كوبي بيست. بعد كده هيروح فين؟ هيروح على الفلاش بتاع الراوتر سيسكو. انتر. هيقول لك متأكد ان هو عايز يروح المكان ده؟ ايوه متأكد، هو ده اسم الفايل اللي عايز يروح للفلاش. ونداس انتر. ايوه كونفيرم. ده كان موجود قبل كده، بس انا بعلمكم ازاي تنقله من الفلاش ميموري للفلاش بتاع الراوتر. كده كوبي، بيتعمل كوبي كده اتنقل. تمام كده بيتنقل كده اتنقل تماما. عايز اشوف بقى الفايلات اللي احنا نقلناها، وكاتب امر شو فلاش. امر شو فلاش هوريك كل الفايلات اللي اتنقلت، كل دي الفايلات اللي احنا نقلناها. شوفوا يا شباب، كل دي الفايلات هي دي الفيرم وير اوريدي موجوده، بس انا بعلمكم ازاي تنقلوها من الفلاش ميموري للفلاش بتاع الايه؟ الراوتر السيسكو. من غير الفايلات ديت الراوتر مش هيتعرف على التليفونات.
فلازم الفايلات دي تتنقل عشان يتم التعرف في الراوتر على التليفونات. يبتدي يشتغل configuration. اول حاجة هنخش على الفاست ايثرنت شو اي بي انترفيس بريف. شو اي بي انترفيس بريف. هنخش على الفاست ايثرنت 00 configuration انترفيس. نخش على فاست 00 اللي هو مربوط بالسويتش. اي بي ادريس 10.0.0.1 255.0.0.0. بعد كده نو شوت. تمام. بعد كده هندخل امر دي سي بي بول. دي سي بي بول يعني ايه دي سي بي بول؟ يعني نخلي الراوتر يرمي اي بيهات عشوائي على التليفونات. يرمي اي بيهات عشوائي على التليفونات. في التيرمينال اي بي دي سي اي بي دي اتش سي بي بول فوق. هو اسم البول اللي انا عمله فوق. بعد كده امر اسمه نتورك، يعني النتورك اللي احنا هنرمي الايباد عليها 0.10.0.0.0 يعني هتبقى ايه؟ هتبقى من اول 2 لغايه 254 255.0.0.0. بعد كده امر اسمه ديفولت راوتر .10.0.0.1. ده السورس، ده الاي بي بتاع الفاست ايثرنت 0 اللي بينقل الداتا من السويتش اللي راكب فيها التليفونات للراوتر اللي فيه الفيرم وير اللي احنا مركبينه اللي بيتعرف على التليفونات دي. بعد كده هندخل امر اوبشن 150 اي بي 10.0.0.1. بعد كده هندخل امر اسمه تليفوني سيرفيس عشان ندخل ارقام التليفونات للشبكه بتاعتنا، وهنتعلم ازاي نغير ارقام التليفونات عن طريق اوامر تليفوني سيرفيس. تليفوني سيرفيس او في الكونفيج، معلش المفروض نخش في الكونفيج. المفروض نخش في الكونفيج. معلش يا شباب علق معايا. config terminal تليفوني
سيرفيس كده دخل. بعد كده ندخل امر ماكس ايفون، هندخل عدد التليفونات ماكس ايفونز مثلا 5 10 100 على حسب عدد التليفونات اللي موجوده عندك في المؤسسه. بعد كده هندخل الماكس دي ان ده الاندكس اللي بيغير بيه الارقام، الاندكس اللي بيغير منه الايه الارقام لكل تليفون. هندخل امر اي بي سورس ادريس 10.0.0.1. بعد كده امر اي بي ادريس اي بي سورس ادريس 10.0.0.1. بعد كده بورت 2000. IP source address IP telephony service IP source IB source. ماشي. هندخل امر incomplete. ندخل امر تاني تليفوني سيرفيس. معلش يا شباب، تليفوني سيرفيس دخل. بعد كده اي بي بورت 2000 ماشي دخل. بعد كده امر اوتو اساين 4 ل6. الامر ده بيفعل الاندكس بتاع استقبال التليفونات للتليفونات، بحيث ان احنا نقدر نغير الارقام بتاعت التليفونات في اي وقت. اساين من 1 ل5. بعد كده اكزit. ندخل اول تليفون ايفون DN1 ماشي. نمبر معلش يا شباب، نمبر 1500 ماشي كده. ايه الدي ان الاولاني؟ دخل التليفون، رقم التليفون اللي انت عايزه للدي ان 1 كده بقى كام؟ خليته 1500 ماشي. دخل دي ان 2 دخلته كده 2 عرب ماشي. ومدخل نمبر 2500 كده غيرت الرقم. بقى كده دي ان ايه 3 يبقى هم 3. ومدخل نمبر 3000 وايه 3500. يبقى كده غيرت الارقام ماشي. دلوقتي طبعا هنفك الكونسول وكده خلاص انتهى الكونفيجريشن بتاع الراوتر. هخش على الكونفيجريشن بتاع السويتش. هخش على السويتش دلوقتي.
نخش على الكونفيجريشن بتاع السويتش. معلش انا بنقل الكونسول من الراوتر للسويتش. كده نقلت الكونسول من الراوتر للسويتش. كده اشتغل، اتنقل من الراوتر للسويتش زي ما انتم شايفين. هندخل اوامر انت رينج، هنعمل انت رينج. طيب هنعمل نخش على الكونفيجريشن، نخش على هنعمل رينج البورتات اللي احنا هنشتغل عليها. F0 1 ل 48. عندي الراوتر بتاعي 48 بورت. الرينج بتاعي هندخل امر سويتش بورت مود اكسس. بعد كده امر سويتش بورت فويس فيلان 1. ماشي. وانا طالع اقوم كاتب امر WR. يعني ايه WR؟ يعني سيف. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنعمل ريست للراوتر، عشان لازم نعمل ريست في نفس الوقت للتليفونات والارقام تتغير. من غير ريست ارقام التليفونات القديمه اللي هي 1000 و2000 و3000 تفضل زي ما هي. هنعمل ريست دلوقتي للراوتر عشان نعمل ريست بالتالي للتليفونات عشان الارقام تتغير. دلوقتي هعمل ريست. هياخد وقت طبعا عقبال ما يحمل، لغايه لما الارقام تتغير نبتدي نتصل بالتليفونات. كل تليفون يتصل بالتليفون التاني، يبقى كده اللاب تم.
عذرا كده التليفونات اتعملت لها ريست واتغيرت الارقام. دلوقتي هنبتدي نتصل بكل تليفون، نتصل بالتليفون التاني، وده هنشوفه في الفيديوهات. شكرا وشرفت بيكم النهارده. السلام عليكم ورحمة الله.